يا مساء الحلويات، عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. لو انت بتحبي التفريزات الفيديو ده ليكي. لو انت ست مثلا ويومك ضايع مع العيال وفي البيت وفي الدروس وفي الترويق، ده الفيديو ده ليكي. طبعا كلنا بنحب التفريزات، مفيش حد ما بيحبش التفريزات. تعالي اقولك ازاي. من 3 فرخات هتعملي 15 يوم فراخ، يعني نص الشهر فراخ بتلات، يعني نص الشهر هتاكلي فراخ بثلاث فرخات بس. هقولك ازاي، وهقولك كل حاجة في الفيديو دوت، وهقولك تعملي ايه، وازاي تفرزي، وازاي تربي فراخ لو بتحبي تربية الفراخ، وازاي من 3 بس فرخات نعمل كل الكمية دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الفراخ بتاعتي، اول حاجة زي ما انا قلتلك في اول فيديو، لو بتحبي تربية الفراخ هقولك تعملي ايه، وهتوفري ازاي، وهتبدأي ازاي. ب5 كتاكيت بس هتوفري 600 جنيه. يعني لو جبتي 5 كتاكيت بس وربيتيهم بقوا فراخ بسم الله ما شاء الله بالشكل ده او بالحجم دوت، هتوفري النص. لو جبتي فراخ ب100 هتوفري 100. وغير كده وكده هتوفري، هتضمني نظافة اكل بيتك، نظافة آه الاكل اللي انت بتاكليه، الحاجه اللي انت بتاكليها لعيالك. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله كده. مش هطول عليكم في الفيديو ده، هقول لكم تفاصيل كتير، وهقول لكم بعمل ايه، وهقول لكم ازاي تملي بيتك كله خير، وازاي يبقى مليان بالخير من 3 فرخات بس. ال3 فرخات دولت، اول حاجه يا ستي بسم الله الرحمن الرحيم، جبت الفراخ بتاعتي كده. انا كنت اصلا طالعه اجيب فرخه او فرختين، فجايه يعني اجيب الفرخه ما رضتش تيجي، فبدات تجري، فالتانية بدات تستخبى، فقلت لا انتوا هتضايقوني والله ابدا، والله لا اذبحكم كلكم واخلص. انا كل يومين كنت بقول هذبح فرختين، فقلت لا هاخد الفراخ بتاعتي كلها اذبحها. اول حاجه الفراخ دي ما كانتش كتير، هما بسم الله ما شاء الله كل الكميه اللي انت شفتيها دي كانت من 7 فرخات بس 7 فرخات ما شاء الله اللهم بارك. الفرخة معدية ل4 كيلو ونص و5 كيلو، من 4 كيلو ونص ل5 كيلو. أول حاجة بقى أنا سخنت مية وجبت الفرخة بتاعتي دبحتها. عايزه اقولك ان اليوم ده على قد ما هو بيبقى تعب جدا، بس على قد ما هو يعني بتبقي حاسه ان انت انجزتي. انت بتتعبي يوم وبترتاحي 15 يوم. هترتاحي 15 يوم ازاي؟ اول حاجه ملكيش دعوه بالفراخ اللي انا مربيها خالص. لو انت جبتي فراخ من عند الفراخ دي او جبتي الفراخ بتاعتك، هقولك ازاي تجيبي 3 فرخات ويكفوكي 15 يوم او 14 يوم، يعني نص الشهر كله هتاكلي فراخ. اول حاجه نسمي الله. هتجيبي ال3 فرخات بتوعك متوسط الوزن 3 كيلو 3 كيلو ونص، عشان تقدري تطلعي منها بانيه. زي ما انت شايفه في اول فيديو انا طلعت من الفرخه بتاعتي كيلو بانيه. هتجيبي فرخه كبيره هتطلعي منها كيلو بانيه. بصوا بقى الفراخ، انا ما بشتريش فراخ. يعني اول حاجه ان انا مش بشتري فراخ، بربي الفراخ بجيبها معايا كتاكيت صغننه، وببدا ان انا احضنها وبديها بس التحصين بتاعها اللي هو بتاع الاستقبال اول 3 ايام. وبعد كده زي ما انت شايفه الفراخ قدامك ما شاء الله اللهم بارك، بدون تحصين بدون اعشاب بدون اي حاجه خالص، هو فقط تهويه وتدفئه وفرشه نظيفه. هتهوي تنضفي وتحطي فرشه نظيفه، هتاخدي احلى فراخ، انضف فراخ، ضامنه اكلك واكل بيتك. وانت ازاي يعني مش شاريه فراخ متهرمنه، او مش واخده مثلا علاجات، او مش واخده هرمونات عشان تكبر بسرعه، لا. في خلال 30 يوم هتذبحي ما شاء الله، هتذبحي على عمر يعني 2 كيلو. الفرخه هتبقى معاكي 2 كيلو. اول حاجه بصوا بقى، انا اليوم تنظيف الفراخ ده بيبقى معايا يوم صعب. يوم صعب ليه؟ لان انا بنضف الفراخ مره واتنين وتلاته وباربع، يعني 4 مرات. بحب تنظيف الفراخ جدا، بحب ان انا اتاكد من نظافتها جدا جدا. حتى لو انا جايباها من بره بنضفها مره واتنين وتلاته لحد ما اتاكد ان ما فيهاش زفاره. ما فيهاش زفاره، وبعمل لها محلول نقع عادي جدا، خل وليمون. ما بحطش خل، ليمون وملح ورق لورا، جنزبيل، ملح لو عند دقيق لو عندك. المهم محلول النقع اللي هو بتاعنا عادي جدا جدا، بس بدعكها مره واتنين وتلاته، وبغير عليها الميه كتير لحد ما بحس ان هي ما بقاش فيها ريحه زفاره. وبشيلها على كده، يعني بقطعها وبشيلها على كده. انا بسهل على نفسي وبقطعها وبحطها بقى في اطباق او في اكياس، بحيث ان انا اول ما بقى حابه مثلا اشوف انا هعمل ايه، يعني بشيل البانيه لوحده، الوراك لوحدها، مثلا الصدور لوحدها كده. هتشوفوا معايا في كل، يعني في اول فيديو. عايزه اقول لكم بقى ان انا تاني مره اسجل الفيديو ده، اسجل الصوت على الفيديو ده، لان اول مره كان حصل مشكله في الصوت،
فاضطريت ان انا اسجله تاني. فالمهم انا هنا خلاص كنت نضفت الفراخ بتاعتي، ذبحت السبع فرخات كلها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتقولي لي ليه مش بتذبحيها بره؟ هقولك اول حاجه، معنى ان انا هنزل بحاجتي قدام حد، او ان انا هفضل رايحه جايه واذبح الفراخ بتاعتي بره او اوديها لحد ان هو يذبحها، وحد يبقى كاشف حاجتك او يشوف حاجتك، هتقولي طب ما انتي بتصوريها. اقولك بصورها لان انا عندي فكره حابه ان انا اوصلها لك، وحابه ان انا افيدك بيها. حاجه تانية يعني احنا بنفيد بعض. اول حاجه سميت الله كده ونضفت الفراخ بتاعتي، وبقيت اللي انا انضفه يعني افتحه وانضفه واروح جايه حاطاه في ميه، حاطاه في ميه عشان اللحم بتاعه ما يحمرش. لحم الفراخ عندك هيحمر لو سبتيه بره، لو نضفتيه وسبتيها بره كده لحم الفراخ بتاعك هيحمر. حاجه تانية، انا بشيل الجلد. بشيل الجلد ليه؟ لاني انا هخلي الصدر، يعني انا مش عايزه الجلد اللي على الصدر لان انا مش محتاجاه، فهخليه. اول حاجه بقى 3 فرخات، هتجيبي 3 فرخات هتطلعي منهم ما شاء الله اللهم بارك من 13 ل 14 وجبه. هيبقى عندك 5 ايام، 4 ايام بانيه. بانيه لو على حسب افراد اسرتك، متوسط مثلا هيبقى معاكي 7 شرايح بانيه او 8. لو انتوا 3 هيكفوكم جدا لان تبقى شرايح كبيره. معاكي هتطلعي 4 ايام بانيه، هتطلعي يوم كبد وقوانص. باقي الفراخ، باقي الايام بقى هيبقى دبابيس وفراخ، وزي ما انت شايفه او زي ما انت حابه او زي ما انت هتطلعي. المهم انا بديكي افكار وبراحتك، عايزه تعملي شيش طاووق، عايزه تعملي فراخ مشويه، عايزه تزودي في عدد الوجبات بتاعتك هتزودي على حسب. بس لما يبقى عندك 3 فرخات وتطلعي منهم 13 وجبه او 14 وجبه، 14 يوم يكفي 4 افراد. احنا 4 يكفي 4 افراد، فده حاجة حلوة جدا وموفرة. اول حاجة لو لسه جديدة معايا اول مرة تشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله. حاجة تانية، لو وصلت معايا لحد هنا ونسيت تحط اللايك، حط اللايك عشان ده يشجعني ان واحس ان الفيديو عجبكم، ويخليني انزل لكم افكار تانية، لان ده الفيديو طول مني جدا وما حبيتش ان انا فرست نص الفراخ والنص التاني تبلتها، وطبعا مصوره فيديو، فما حبيتش ان انا ادمج الاتنين مع بعض عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، وعشان اديكم افكاري واقول لكم انا بعمل ايه. ولو حابه ان انت توفري هقولك توفري ازاي. احنا داخلين اول حاجه داخلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء احنا عارفين كلنا ان الفراخ بتغلى فيه. دلوقتي الكيلو عامل 75، بيتراوح ما بين 75 ل 80 على حسب المنطقه اللي انت فيها. حاجه تانية، هنوصل في فصل الشتاء هتبقى الفراخ خلاص، يعني الفراخ بتموت من المربيين او من المزارع. اه فالفراخ هتيجي تعلى، فالتربيه هتبقى قليله، مش كل المربيين هيربوا لان الجو بيبقى ساقعه، وفي ناس ما بتعرفش تربي قوي في السقعة ومش بتبقى متمكنة وفي شتاء وكده. فطبعا وكمان الغاز غلي. التدفية هما بيدفوا بشعلة، يعني بيدفوا بالغاز، فالغاز غلي طبعا، فاكيد هيتحط كل دوت على سعر الفراخ. حاجة بقى تانية، انتي بتربي وبتاكلي حاجة نضيفة وبتأكلي ولادك حاجة نضيفة. وكمان زي ما انتم شايفين انا هنا كنت خلصت الفراخ، فكان باقي فرختين كمان. انا كل فرختين كنت بغير الميه. انتي لو خدت بالك انا دلوقتي خدت ميه من السخان حطيتها على البوتاجاز 5 دقايق، وبعد كده عملت الفراخ بيها تاني بره. اما بتيجي تذبحي فراخك بتبقى كلها ميه واحده، يعني من اول ما بيشتغلوا من الساعه 7 8 لحد اخر اليوم الساعه 2 3 دي بتبقى ميه واحده. يعني بتبقى شوفي تحط فيها كم فرخه وتحط فيها كم بطه. انتي في البيت عندك حتى في تنظيف الفراخ هيبقى غير، يعني هتحسي براحة نفسية. لو تعبت شوية بس هتحسي براحة نفسية ان انت بتاكلي الفراخ بنفس. يعني كل فرختين هتغيري المية، السخان عندك شغال او البوتاجاز عندك شغال، كل فرختين هتنضفي المية هتبقي فرخة نظيفة. بتنضفيها بطريقة حلوة، ما فيهاش ريحة مش حلوة. انت فاهمة قصدي؟ ففي البيت في الحاجة بتفرق جدا، بتفرق جدا جدا. هو بيبقى تعب، وبيبقى في ناس كتير عايزة تكبر دماغها وتجيب الفراخ. الناس بيبقى دلوقتي هين عليها ان هي تجيب الفراخ متنضفة ومتحط يعني محطوطة في اكياس تتحط في الفريزر على طول. يا جماعة مش كده، والله العظيم ما كده. سهلوا على نفسكم، الدنيا سهلة. انا عارفة ان ضغطات الحياة صعبة واليوم بيبقى ما فيهوش دلوقتي بركة، لو عندك اطفال في دروس وفي مدارس. عارفة والله العظيم كل ده، بس انتي لو تعبتي يوم هترتاحي كام يوم يعني. كمان انتي لو حابة تجيبي فراخ هقولك تعملي ايه.
هتجيبي الفراخ بتاعتك، هتجيبي 5 كتاكيت. لو عايزه تبدأي وتجربي الحقي ابدأي دلوقتي وجربي، لان في الشتاء هيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب لو انت مبتدئه او ما عندكيش اي خبره عن التربيه. هتجيبي 5 كتاكيت. دلوقتي الكتكوت ب25 وب24، بعد كده هيغلى عشان الجو هيبقى ساقع. دلوقتي الكتكوت ب25، نقول ان هو ب25، 5 كتاكيت معاكي بكام؟ ب150. تمام، 125. اه ب125. لو 5 هيبقوا ب125. هياكلوا كام كيلو؟ هياكلوا كام كيلو علف؟ هقولك دلوقتي. 125. وهنقول كمان النشارة بتاعتهم الفرشة هتجيبي ب50 جنيه نشارة، وده كتير جدا. يعني انا مش هقولك ب25، لا، هتجيبي شكارة ب50 جنيه هتكفيكي طول الدورة. طول دورة التربية بتاعتك هتكفيكي وزيادة، وهيفيد نصها. بس احنا دلوقتي بنبذر وبنقول عادي اهو. بس خليكي معايا واحدة واحدة. هتجيبي 5 فرخات ب5 كتاكيت ب125، وتحطي عليهم النشارة بتاعتهم قد كده 175. وقولي كمان تحصين بتاعهم اول يوم ب20. هنقول كله يا ستي 200. حلو كده، حلو كده. هتجيبي بقى الفراخ بتاعتك، لو هتسيبيها لعمر 45 يوم هتاخدي من 3 كيلو ل3 كيلو ونص. الفرخة متوسط وزن يبقى 3 كيلو. بقت وزنها حلو معاكي وما شاء الله اللهم بارك صحت معاكي والكتكوت ندير، هتاخدي 3 كيلو ونص. الفرخة بتاعتك هتبقى 3 كيلو ونص، في حدود من 40 ل45 يوم. الفرخ مش هياكل معاكي اكتر من 3 كيلو ونص. الفرخ الواحد بياكل 3 كيلو ونص، يعني الفراخ بتاعتك هتاكل 15 كيلو. حلو كده، حلو كده. هياكلوا 15 كيلو. الخمس فرخات هياكلوا 15 كيلو عليقة. الكيلو بكام؟ ب24. قولي ب25. يعني هيبقى في حدود 400 420 جنيه. الخمس فرخات كالوا طول الدورة بتاعتهم 400 420، ونقول معانا 200، ادي كده 620. قولي 600 جنيه. هيديكي وزن متوسط 3 كيلو. مش هنقول 3 كيلو وربع او 3 كيلو ونص، او لو سبتيهم يومين 3. كل ما بتسيبيهم كل ما شاء الله بيرموا اوزان، يعني بيكبروا اسرع وبيرموا وزن. هنقول يا ستي 3 كيلو في 15، في 15 جنيه. في 15 يعني 3 كيلو. الفرخة تبقى 3 كيلو في 5 فرخات هيبقى معاكي 15 كيلو في 75 جنيه. بلاش 80، هيبقى في 75. هيبقى كام؟ 1120. في الحدود دي برضو. بصوا انتوا ممكن تحسبوا على الآلة الحاسبة، انا بحسب كده بالويم. هيبقى 1100. قولي 1100. انت صرفتي كام؟ صرفتي 600. وفرتي كام؟ وفرتي 500 جنيه. لا، هو مش كده. وفرتي نظافة، وفرتي طعم حلو، وفرتي اكل نضيف وحاجه نضيفه انت ضمناها لعيالك، مش متهرمنه، مش واخده حقن، مش واخده هرمونات علشان خاطر ما تاكلش براحتها وتكبر براحتها. يعني في خلال 35 يوم يذبحوا لك الفراخ وهي متهرمنه واخده هرمونات، طعمها مش هيبقى نفس الطعم ده. الفراخ دي لو جربتيها هتبقى طعمها مسكر غير اللي بره. انت ساعتها هتحسي بتغيير الطعم. حاجه تانية، هيبقى الوزن معاكي 3 كيلو. انت لو رحت اشتريتي فرخة، لو الكيلو ب75 واشتريتي فرخة في حدود 3 كيلو، يبقى انت جايبة الفرخة في كام؟ يبقى ب250 جنيه. الفرخة واقفة معاكي ب250 جنيه. 4 فرخات ب1000 جنيه. لا، انت هتربي 5 فرخات وهتعملي 15 وجبة او 14 وجبة. لو انتوا 4 افراد هتعملوا 14 وجبة، يعني هتاكلي نص الشهر فراخ. لو يوم ويوم كلتي فراخ وما جبتيش حاجة تانية جنب الفراخ، ولا جبتي لحمة، ولا عملتي النهاردة كده، لا، لو يوم ويوم تبقي ما شاء الله انت وفرتي ب500 جنيه او ب600 جنيه، وجبتي حاجة نظيفة واكلت عيالك حاجة نظيفة. وكل شهر تجيبي ال5 فرخات ولا هياخدوا منك نظافة ولا مجهود. بصي، انا مطلعه كيلو بانيه من فرخة واحدة. انت متخيلة فرخة واحدة فيها كيلو بانيه؟ تطلع ما شاء الله اللهم بارك كيلو بانيه. الورك بيتقسم 2، وكمان الدبوس ينفع حد كبير. لا بجد، الموضوع في حتة تانية. انت لو فكرت فيها هتلاقي توفير، هتلاقي نظافة، هتلاقي حاجة نظيفة. هتلاقي يعني بتاكلي حاجة نظيفة فعلا، بتأكلي عيالك حاجة نظيفة انت ضمناها. بصي ما شاء الله الفرخة 4 كيلو بعد الوزن، بعد ما يعني ما دبحتيها وشلت الراس والرجل ونضفت الريش والاحشاء بتاعتها. لا ما شاء الله اللهم بارك، يعني رامية كمية كبيرة. عايزة اقولك ان اصلا بعد ما نضفتها وشطفتها وحطيتها في المحلول بتاعها، شلت نصها والنص التاني هحطه معاكم في اطباق، هقسمه بحيث ان النص ابقى متبلاه
والنص التاني ابقى لسه شايلاه من غير تتبيله. حبيت اغير في التتبيله، حبيت ان انا اغير في التتبيله، حبيت فتغيري فيها براحتك. فانا هنا بدات اجيب اطباق وبدات ان انا ارص. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. لا وكمان ايه، انت دلوقتي طلعتي كيلو بانيه، طلعتي من الفرخه بتاعتك كيلو بانيه. الكيلو البانيه الكيلو بكام؟ ب 200 جنيه. يعني طلعتي من فرخه واحده 200 جنيه. لو هتجيبي فرخه هتبقى مثلا، عارفه لو جبتي فرخه 5 كيلو زي اللي انا ذبحاها دي عشان تصفي معاك 4 كيلو بس صافي، انت عارفه انت محتاجه كام؟ لو الكيلو ب75 جنيه وقلنا مثلا 300، يبقى 375 بالتنظيف هتخش لها على 400 جنيه. يعني تجيبي فرخة واحدة ب400 جنيه، والله العظيم حرام. تخيلي بقى ان انت لما تجيبي فراخ وتوفري وتخليها 45 يوم، وتخليها كمان لو مش محتاجة تذبحيها تسيبيها كمان اسبوع، هترمي معاكي الوزن ده. يعني في خلال شهر ونص هتاخدي الوزن ده، او شهرين بالكتير هتاخدي وزن 5 كيلو. طلعتي كيلو بانيه ب200 جنيه. والفرخة بتاعتك شوفي طبعا الوراك بكام. الوركين دول داخلين في كيلو ونص. يعني الوركين الاتنين ما شاء الله داخلين في في كيلو ونص. فانت هتلاقي الموضوع في حتة تانية لو حسبتيها ورقة وقلم. والله العظيم انت اللي كسبانة. يعني اكل بيتك، بتدخلي اكل نضيف، بتاكلي حاجه انت ضمناها ما شاء الله، جايباها كتاكيت صغننه مربياها على الاكل بتاعها وعلى اكل البيت، كمان بتاكل اكل بيت. تحسي لا، موضوع كبير. فكري بس وهتلاقي نفسك لو ربيتي فراخ ب600 هتوفري 500. هتلاقي البيت بتاعك ما شاء الله مليان خير. ممكن كمان ال500 دولت لو هتعملي 14 وجبة من ال5 فرخات، ركزي معايا، ال500 دولت تجيبي بيهم حاجة تانية. ممكن تجيبي مثلا 2 كيلو ونص لحمة بلدي. يعني ممكن تحطي على 50 جنيه. لو الكيلو عندك ب400، انت ممكن مثلا تحطي 100 جنيه وتجيبي كيلو ونص. كيلو ونص تقسميه، تفرميه، تجيبي لحمة مفرومة، تجيبي مثلا سجق، تجيبي حاجات تانية. هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك انتي وفرتي. هو في بيت دلوقتي يا جماعة، في بيت دلوقتي بيمشي ب600 جنيه في الشهر فراخ بس. يعني لحوم انتي بتروح تشتري الفرخة بتبقى واقفة عليكي ب300 جنيه. عقبال ما تعملي الطبخة جنبها هتلاقيها كلفتك 500 600. يعني على حسب، انتي فاهماني، رز وطماطم ومش عارفه ايه 500. انا بتكلم في مبلغ تافه ان انتي توفري مبلغ وتستوري بيتك وتعملي وجبات وتعملي تفريزات، تنسي وتريحي دماغك، تطلعي اليوم النهارده انا هعمل بانيه، اليوم النهارده هعمل ستريبس، اليوم النهارده هعمل شيش طاووق، هعمل فراخ في صينيه، هعمل فراخ مشوي كده ايا كان. هتلاقي نفسك والله ريحتي دماغك وريحتي يعني ميزانيتك كمان على الاخر. بص اول حاجه، انا مش بحسبها ميزانيه، انا مش ماشيه بالشهر ولا ماشيه بالميزانيه، انا واخده موضوع التربيه ده شبه هوايه. وكمان ايه، انت هتعملي يعني هتقسمي فراخك. آه، مش هتبقى عندك اجناء، مش هيبقى عندك هياكل، مش هيبقى عندك الحاجات دي. لا، انا البانيه بتاعي كنت باخد قطعة من الكتف، مش باخد الكتف كله، كنت بسيب قطعة لحمة من الكتف بحيث ان هو يبقى مع الجناح ومع الكتف ده اصلا مناب لوحده، تحطيه لوحده. يعني الفرد لفرد او لحد كبير. لان الفرخة ما شاء الله اللهم بارك معاكي كيلو من الكبد والقوانص. هتطلعي يوم كبد وقوانص، يوم بانيه، يوم ستريبس، يوم شيش طاووق، يوم هتعملي شاورما، يوم هتعملي فراخ بالبصل، هتعملي فراخ مشوية. هتلاقي كل وقت وكل يوم أكل متنوع من الفراخ. بجد جربي الفكرة. يا رب اكون وصلت لك الفكره بتاعتي. انا عارفه ان انا اتكلمت كتير في الفيديو، بس انا كنت حابه اوصل لك فكره معينه. لو انت بتحبي توفري او بتحبي تدبري في مصروف البيت، وبتحبي وفي نفس الوقت عايزه بيتك كله يبقى فيه ما شاء الله بركه وفيه رزق وفي حاجات كتير يعني متوفر. ابنك طلب بانيه مثلا، هتعملي مش ان انت تروحي تشتري تقولي لا ده انا عشان اروح اجيب كيلو بانيه لسه محتاجه 200 جنيه وهجيب مش لا، ما تحسبهاش كده. احسبيها ان انت الحاجة عندك في الفريزر من 125 جنيه بس، تجيبي كتاكيت هتلاقيهم ما شاء الله في خلال شهر ما شاء الله ملولك البيت كله خير. المهم لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشتركي في القناة لو انت لسه جديدة معايا، وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. في كل فيديو جديد انا بنزله. عايزه اقولك ان بقيه الفراخ انا شلتها عشان انا هتبلها، هعمل نصها كده ونصها كده. الفراخ بتاعتي النهارده كانت من 7 فراخ، بس انا اديتك افكار من 3 فرخات بس. كل دولت ما شاء الله اللهم بارك من 3 فرخات. 3 فرخات هتعملي يومين بانيه.
الصدر نص كيلو، يعني كيلو ونص. كيلو ونص انا بقولك هتعملي كيلو الا ربع بانيه لو انتي 4 افراد، وما شاء الله القطعه هتبقى حلوه. هتلاقي نفسك موفره كتير. 4 ايام بانيه، يوم كبده وقوانص، والباقي طبعا فراخ. هتقسمي زي ما انتي حابه، او زي ما انتوا بتحبوا تطبخوا مثلا الفراخ، او تعملوها ستريبس، او تعملوها كنتاكي، ايا كان. انا هنا خلاص خلصت الفيديو بتاعي. اشوفكم في فيديو جديد، اللي هو ان شاء الله بقيت الفيديو ده بتاع التفريزات اللي هي متبله.